السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشاهد تصريحات سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي بعد الفوز الكبير للمنتخب السعودي اليوم على المنتخب العراقي ب3 أهداف مقابل هدف في كأس الخليج لعام 2024. معي قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري. سالم، مباراة كبيرة على الصعيد الشخصي، توج مجهودك بهدف وأيضا يعني مباراة كانت رائعة لكل لاعبي المنتخب السعودي، وأيضا التأهل إلى دور نصف النهائي. ألف مبروك يا سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله على هذا الانتصار وهذا التأهل، وهذا مكان المنتخب السعودي دائما في القمة، والحمد لله ما زال طموحنا عالي، وراح المنتخب السعودي جاي للكويت مش لأجل المشاركة أو أنه يطلع من دور المجموعات، بالعكس احنا جينا وكلنا أمل وهدفنا واضح إن شاء الله للنهائي والكاس البطولة للسعودية يا رب يا كريم. اللي برا الملعب يصير دائما، هذه كرة القدم، بس احنا ما لنا دخل في اللي يصير خارج الملعب، علينا داخل الملعب راح نعمل أكثر وأكثر لأجل المنتخب السعودي ولأجل الشعب السعودي، وشكرا للجمهور اللي ساندنا اليوم صراحة. الله يعطيكم ألف عافية، وما زال المجد بقية بإذن الواحد الأحد. استفزكم تصريح يونس محمود؟ لا أبدا، بالعكس اليوم شفت هدوء المنتخب السعودي، شخصية المنتخب السعودي، ولا أثر فيني ولا 1%. بالعكس أنا دوري داخل الملعب إني أدي كرة قدم لمدة 90 دقيقة، وقلت لك أنا جاي اليوم دولة الكويت مش لأجل المشاركة، جيت لأجل البطولة، وبإذن الواحد الأحد نفرح فيها، ويستاهل الشعب السعودي، وهذا أقل شيء ما نقدم لهم، لأن صراحة خجلونا بحضورهم ودعوتهم ووقفتهم معنا، بيض الله وجههم. تحمل المسؤولية وتسدد ضربة جزاء وتبرهن عن شخصية وكاريزما عالية لسالم الدوسري في هذه المباراة. لا شك المصلحة واحدة، والمصلحة عامة للمنتخب السعودي، ما كلنا واحد. بالعكس أنا أشوف اللي يعني متحمس ودي يشوت، بالعكس ما عندي مشكلة، أهم شيء منتخبنا ينتصر، أنا سددت غيره يسدد، في الأول والأخير لأجل المنتخب نبقى مع بعض. يعطيكم العافية.